أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم نبض التكنولوجيا على قناة نيكست ويف. معاكم شريف أحمد. هنتكلم النهاردة عن عالم بيشد ملايين البشر يوميا من غير ما نحس قد إيه هو بقى مؤثر، وهو عالم الألعاب الإلكترونية. تفتكروا الجيمز مضيعة للوقت ولا وسيلة للترفيه، ولا ممكن تكون أكتر من كده بكتير؟ في شباب بيكسبوا ملايين من ورا الجيمز، وفي بطولات عالمية بحضور جماهيري كأنها كأس عالم. قبل ما نبدأ ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. تخيل ان اول لعبة فيديو اتعملت كانت في اوائل الستينات، وكان اسمها لعبة سبيس وور، وبعدها ظهرت لعبة بونج في السبعينات اللي كانت شبه البينج بونج. وقتها محدش كان يتخيل ان شوية النقط البيضاء والسوداء دي هتتحول لصناعة بتعدي 200 مليار دولار في السنة. وفي الثمانينات ظهرت ألعاب زي سوبر ماريو، ومن هنا بدأت الثورة. ومع كل تطور تكنولوجي الألعاب بتتطور معاها. في التسعينات البلاي ستيشن دخل حياتنا، وبعدها في الألفينات ألعاب الأونلاين بقت جزء من الروتين اليومي. خليني أقولك على حاجة ممكن تصدمك. سنة 2023 لعبة كول اوف ديوتي حققت أرباح أكتر من أرباح أفلام هوليوود كلها في نفس السنة. مش بس كده، أكتر من 3 مليار شخص حول العالم بيلعبوا ألعاب إلكترونية. سوق الألعاب على الموبايل لوحده بيوصل ل 100 مليار دولار. شركات زي سوني ومايكروسوفت ونينتندو بقت بتنافس شركات تانية عملاقة زي أبل وجوجل باعتمادهم على الألعاب بس. ده غير إن بقى في مطورين ومسوقين ويوتيوبرز وجيمرز وحتى مصممين بيشتغلوا في الصناعة دي، اللي بقت تعتبر وظيفة كاملة بدوام كامل. في ناس فاكرة إن الجيمز مجرد مضيعة للوقت، بس العلم بيقول حاجة تانية تماما. في دراسات أثبتت إن الألعاب بتحسن مهارات التفكير المنطقي، سرعة رد الفعل، وحتى حل المشكلات. كمان بقت أداة تعليمية خاصة في المدارس والجامعات في أمريكا وأوروبا. وعلى الناحية التانية في ألعاب بتتكلم عن قضايا إنسانية ومجتمعية زي العنف، التغيير، وحتى الصحة النفسية. يعني الألعاب مش بس وسيلة للهروب من الواقع، دي كمان بقت وسيلة لفهمه. والتطور مش هيقف لحد هنا. الذكاء الاصطناعي دخل في تصميم الشخصيات والمهمات جوه الألعاب. ألعاب الواقع الافتراضي بقت بتحطك حرفيا جوه اللعبة. وفي تجارب لدمج ألعاب الفيديو والعلاج النفسي والتأهيل البدني. زمان كان اللي بيلعب كتير بيتقال عليه قافل على نفسه أو قاعد قدام الشاشة طول اليوم. دلوقتي في ناس بتلعب وبتكسب ملايين، وعندهم جمهور أكبر من الممثلين ومطربين. نينجا واحد من أشهر الستريمرز كان بيكسب فوق $500,000 في الشهر من الألعاب الإلكترونية بس. وبيوري باي كان من أوائل اليوتيوبرز اللي كسروا حاجز 100 مليون مشترك، وكل محتواه كان عن الألعاب الإلكترونية. ده غير إن في بطولات احترافية بجوائز بتوصل ل40 مليون دولار زي بطولة دوتا. ده غير إن بطولات الألعاب الإلكترونية بقت بتتذاع على القنوات الرسمية، وبقى فيها فرق وجماهير ومدربين ورعاة كبار جدا زي شركة ريد بول أو بي ام دبليو. خلينا واقعيين برضو، زي أي حاجة قوية الجيمز لها تأثيرات سلبية لو استعملناها غلط. الإدمان، في شباب بيلعبوا بالساعات يوميا لدرجة إن هم بينسوا حياتهم الواقعية. العزلة، الألعاب الأونلاين ممكن تخلي التواصل الحقيقي يقل، خصوصا عند سن المراهقة. العنف، بعض الألعاب فيها مشاهد عنف ممكن تأثر على تفكير وسلوك اللاعبين لو مفيش رقابة. عشان كده مهم يكون في توازن ورقابة من الأهل، خصوصا للأطفال. وفي منظمات عالمية بتحاول تحط قواعد وأدلة للاستخدام الصحي والآمن للألعاب. دلوقتي الذكاء الاصطناعي مش بس بقى موجود جوه اللعبة، لأ، ده بقى بيصممها مع المطورين. ال AI بيصمم مراحل كاملة بناء على سلوك اللاعب، وبيخلق شخصيات تتعلم وتتطور حسب طريقة لعبة. يعني مثلا في لعبة Middle Earth Shadow of Mordor النظام اللي اسمه نيميسيس بيتغير حسب كل معركة بتدخلها. وبعض الشركات دلوقتي بدأت تستخدم الذكاء الاصطناعي في اختبار الألعاب، وده بيوفر وقت كبير جدا.
يعني احنا داخلين على عصر ال AI فيه بيكتب القصص وبيصمم الجرافيكس وبيختبر الأداء. طيب احنا فين من ده كله؟ ما تفتكرش ان ده كله بيحصل بعيد عننا. الوطن العربي بقى فيه استوديوهات تطوير ألعاب مستقلة زي اندي أو UMX ستوديو اللي في الأردن. دول الخليج بالذات بدأت تستثمر في الرياضة الإلكترونية بشكل رسمي. السعودية أطلقت سابي جيمنج جروب وضخت فيها أكتر من 38 مليار دولار عشان تدعم الصناعة دي. ألعاب الموبايل النهاردة مش بس للتسلية، ألعاب زي بابجي موبايل وفري فاير بقى ليهم بطولات عالمية. وأكيد كلنا فاكرين لعبة بوكيمون جو اللي كانت ترند في وقت من الأوقات. اللعبة دي حرفيا نزلت الناس الشوارع عشان يصطادوا البوكيمونز، وده أكبر مثال واضح على ألعاب الواقع المعزز اللي بتمزج بين العالم الحقيقي والعالم الرقمي. في ناس اتعلمت لغات من الجيمز، في ناس اشتغلت في شركات جيمز عالمية بعد ما كانت بتلعب بس، وفي ناس خرجت من الاكتئاب عن طريق الجيمز. يعني الجيمز مش مجرد وقت ضايع، الجيمز ممكن تبقى باب لمستقبل جديد لو استخدمناها صح. انت كجيمر مش بس لاعب، انت جزء من صناعة بتغير العالم. فكر ازاي تستفيد منها مش بس تستمتع بيها. قولولنا في الكومنتات ايه اكتر لعبة علمتكوا حاجة او غيرت فيكوا حاجة. يعني باختصار الالعاب الالكترونية بقت اكتر من مجرد تسلية، دي بقت تكنولوجيا، ثقافة، اقتصاد ومستقبل. اكتبوا لنا آرائكم في الكومنتات، وما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. كان معاكم شريف أحمد وبرنامجكم نبض التكنولوجيا على قناة نيكست ويف. مع السلامة.